عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في قناه خديجه الشانيل، قناتي وقناتكم وقناتكم الاحبه. كيف كتشوفوا معايا انا كنت داغيه ندير واحد التشقيقه لشعري، قلت والو ضروري نوريها للبنات. عندي هنا مجموعه من الاعشاب ديال تساقط الشعر، تمشيو عند اي عطار. انا دخلت ديريكت في الوصفه. هنا اعشاب ديال تساقط ديال الشعر، معاهم الخزامه، معاهم الريوز، معاهم الشيح، معاهم هاد الاعشاب هادو زوينين للشعر وحتى البروده ديال الراس. عندي هنايا الحنه ديال الراس خاصه، عندي هنايا تاكاوت، وعندي هنايا هاد الاعشاب هادو مطحونين. هادو غادي نديرهم مع الماء، نخليهم يطلقوا، وغادي نعجن بهم هاد الحنه، وهادو غادي نخلطهم مع الحنه، يعني بحال درت لا دوز شويه زايده. المهم تبعوا معايا هاد الوصفه هذه، راه زوينه للشعر، كترطب الشعر، كتقويه حتى للناس اللي كينشف لهم الشعر بالحنه. الا خلطوا معاهم واحد المعلقه ديال التاكاوت راه كتقويه وكتحبس تساقط، في نفس الوقت كترطب الشعر. تبعوا معايا الطريقه حتى الاخير. هانتوما معايا البنات، غادي ناخذ نحاول ناخذ بيد ديالي المعلقه ما كتهزش. هادو فيهم حتى الشيح، غادي ندير لهم الماء نخليهم يطلقوا. هاد الماء هذا غادي نعجنوا به هاد الحنه. هانتوما شفتوهم، الشيح، الخزامه، الزعتر ولا الزاز، وهادو مطحونين. المهم بما طلق لينا هذاك الاعشاب، غادي ناخذ هنايا الحنه ديال الراس، خاصه ديال الراس، 2 معالق ديال الحنه مع معلقه. انا عندي هنايا تاكاوت اللي كنصوب، مع معلقه ديال تاكاوت، وهنايا معلقه الاعشاب ديال الراس. بالنسبه للناس غيقولوا لي الاعشاب ديال راسنا هما، راه اي عطار مشيتو عنده قولوا عطيني الاعشاب ديال الراس ديال الشعر، راهم زوينين بزاف، كيحبسوا التساقط وكينقيو الجلد، الفروه ديال الراس، وكيحبسوا ديك الحكه اللي كتكون في الشعر. وفي نفس الوقت هاد الخليط هذا ديال التاكاوت والحنه راها كترطب الشعر. صافي دوك الاعشاب من بعد ما طلقوا انا غنصفيهم وغادي نخلط بهم هاد الحنه. يبان لكم اللون غامق حيت التاكاوت اللي درت فيه داكشي علاش. غادي نخلطوه بهذا الماء يكون سخون، غادي نخلوها تختمر واحد 10 دقائق، عاد من بعد نديروها للراس. شحال ما خمرتو البنات الحنه كتجي زوينه للشعر وللراس وكتنفع. بغا يضيف واحد معلقه ديال الفيتامين دي يدير فيها عادي، ديال زيت الزيتون. بالنسبه للاعشاب البنات، اي عطار مشيتو عنده قولوا ليه العشوب ديال الشعر، ها هما البنات واعرين بزاف وزوينين، الريحه يا سلام. كنستمر في الخلط ديال المكونات، بالي خاصو شويه ديال الماء لان غادي نخمرو. ملي كتخمريه مازال راه كيشرب الحنه الماء. صافي البنات كنخلطوها مزيان، كنخليوها تخمر، تنشقوا بها شعرنا. غنقول لكم البنات رائعه بزاف، تقوي الشعر، تحبس التساقط. مره في الاسبوع ضروري ديروا. فانا نستمر على التخلاص ديالها بحال هكايا، غادي نخليها تختمر وغادي نشق بها شعري كيف قلت لكم ساعه حتى ساعه ونص وغادي ندوش. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم الى الاعجاب ديالكم. ما تنساوش كيف العاده الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد. شكرا للمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه لهذه الوصفه اللي ما فيهاش شي حاجه اللي غريبه ولا بعيده ولا يعني اي عطار، عشوب ديال الشعر، عشوب مطحونين ديال الشعر، حنينه ديال الراس ومعلقه ديال التاكاوت فقط.
4 الحوايج وغادي تلقاي النتيجه من بعد. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا للمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.